مورتال كومبات 2 هو الجزء الثاني لفيلم مورتال كومبات اللي نزل سنة 2021. وعلى الرغم ان الفيلم ده كان مليان مشاكل انا عارفها وفاهمها كويس جدا لدرجة ان انا ممكن اعمل عنها فيديو ليه فشل، ولكن انا بصراحة كنت بستمتع وانا بتفرج عليه. علشان كده فرحت جدا لما عرفت انهم شغالين على جزء تاني ليه، ده لان الجزء الاول كان تقريبا في البانديميك ايرا وما جابش اي فلوس في البوكس اوفيس، ولكن واضح جدا ان هو جاب ارقام عالية على HBO. ومع اول تريلر كان واضح ان هم رجعوا من الدروينج بورد وعملوا حاجات كتير علشان تصلح المشاكل اللي كانت في الجزء الاول. فاهلا بيكم، معاكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، وده نيرد رياكشن للجزء الثاني من فيلم مورتال كومبات. مورتال كومبات 2 زي ما وعدونا في نهايه الجزء الاول بنتعرف فيه على جوني كيج، لاعب مارشال ارتس وممثل سابق خلاص راحت عليه. والبريمس ده في حد ذاته يضحك، يعني تخيلوا كده معايا ان ريدن بيحط مستقبل الكره الارضيه في ايد واحد زي جان كلود فان دام او ستيفن سيجال، ولكن اداء كارل ايربن وكالعاده كان رائع. ولكن مع الاسف ما نقدرش نقول ان هو بطل الفيلم. هو الشخص اللي احنا بنشوف القصه بتاعتنا من منظوره، ولكن مش هو البطل، مش هو البروتاغونست. البطوله كانت لشخصيه كاتانا. Don't worry, we won't. هي الشخص اللي ليه فول ارك. حتى السايد بلوت اللي كانت كويسه في الفيلم كانت خاصه بجيد الحارسه بتاعتها، ولو ان انا بصراحه كنت احب ان انا اشوف اختها التوأم السلاش كلون، ولكن مع الاسف ماتت في الجزء الاول. اختها التوأم سلاش كلون كول، جاكس، سونيا، لو كانج، وطبعا ريدن كلهم راجعين معانا تاني من الجزء الاول، وكان في ليهم دور بدرجات متفاوته. اما سكوربيون فهو ما كانش موجود في الفيلم اساسا غير في الفايت الاخير خالص اللي شفناه في التريلر، سواء هو او سواء نوب سايبر. والجزء ده نقدر نقول ان هو اخذ الحاجات الكويسه اللي كانت موجوده في الجزء الاول، اهمها طبعا شخصيه كينو اللي كان شايل الجزء الاول بالكامل. الوان لاينرز بتاعته في الجزء الاول كانت هي الحاجه الوحيده اللي بتجمع الفيلم كله ببعضه، والكيمستري اللي كانت ما بينه وما بين جوني كيج بصراحه كانت رائعه. وتاني حاجة هي الفايتس، ده لأن العالم اللي بنيناه في الجزء الأول كان بيخلي استخدام القدرات الخارقة مقبول نوعا ما، ولكنه في الجزء ده كانت طبيعية تماما. في فرق بين إنك تحط قدرات خارقة وتبان إنها فان سيرفيس، وفرق إن أنت تحطها موجودة في الفيلم وتبان طبيعية، وزي ما قلت في الجزء التاني كانت طبيعية تماما. بل إن كان في فايت ما بين لو كانج وكونغ لاو بصراحة كان رائع، هو أفضل قتال في الفيلم بالكامل. الموسيقى كانت مقبولة معظم الوقت، ولكن الأوقات المميزة فعلا هي الأوقات اللي كانت بتظهر فيها موسيقى تكنو سيندروم اللي كانت بتعلي أمبير الحماس عندي للآخر. وهنا نيجي بقى للحاجات اللي كانت تضايق في الفيلم، وهي السيت ديزاينز. لا سيت ايه نقدر نقول عليها، هي ليفل ديزاينز، لان هي كده فعلا 2D ليفل ديزاينز متاخده من اللعبه، ولكن دلوقتي في بشر هيحاربوا بعض فيها. دي ممكن تبقى بالنسبه لك انت حاجه كويسه كفان للجيم، ولكن بالنسبه لي انا، وعلى الرغم ان انا فان للجيم، ولكن ما تقبلتهاش نهائي. وطبعا مشاكل الفي اف اكس اللي كانت واضحه جدا زيها زي الجزء الاول، ولكن على الاقل دي مشكله راجعه لميزانيه الفيلم لانها فعلا ميزانيه قليله. وطبعا كان في عندنا حاجه تضايق، هو ان بسبب فرق السن اللي ما بين كارل وما بين جيسيكا، فالعلاقه اللي احنا عارفين من الجيمز ان هي ما بين جوني وسونيا ما تمش التلميح ليها حتى في الفيلم. ولو ان انا مش عارف ان احنا لو استخدمنا خط القصه ده هل هيبقى مقبول ولا لا، بصراحه انا مش عارف احدد خالص. ولكن اجمالا القتالات عنيفه ودمويه، الوان لاينرز فعلا تضحك، هتقضي وقت ممتع ومش محتاج تبقى بتاكل. سمعت ناس كتير بتقول ان الفيلم ده كان لازم يبقى هو الفيلم الاول مش التاني، ولكن احنا ممكن نتخيل ان الجزء الاول ده ما حصلش اساسا، لان كده ما كانش فيه حاجات كتير قوي تربط الاثنين ببعض. ولكن المهم فيلم مورتال كومبات 2 اتفرجت عليه ولا لسه؟ لو اتفرجت عليه قول لنا رايك فيه تحت في الكومنتس، ولو اتفرجت على الفيديو على اليوتيوب ما تنساش تعملوا لايك، ولو عجبك وعايز تشوف زيه ففي منه كتير قوي على القناه، وفي حاجات تانية محتوى تاني كنت بتفرج عليها برده. وانت هناك من مره اعمل سبسكرايب. وكالعاده كان معاكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، مع السلامه.